بما انه اجى الشتاء والجو صار بارد وكلنا محتاجين شوربة تدفينا بهذا الشتاء البارد، اليوم حسوي لكم طريقة عمل شوربة رهيبة وطيبة جدا جدا. عندي حمص مجروش نقعته ليلة كاملة، وكذلك عدس غسلته جيدا. بعد ذلك سلقت العدس على جنب وسلقت الحمص على جنب من استووا جيدا. خلطتهم اثنينهم بالخلاط المضرب الكهربائي. بعد ذلك من خلطتهم جيدا ضفت لهم الملح والكمون والكركم والشعرية والشوفان وخلطتهم جيدا، والآن دا أتركهم على النار يطخنون وارجع لكم بالفقرة النهائية. شوربة العدس بالحمص المجروش والشوفان صارت عندي جاهزة بهذا الشكل. شوف الثخن والقوام تبارك الله ما شاء الله، علينا وعليكم بألف عافية.